مساء الخير. النهارده اول حلقه من سلسله حلقات انواع الشركات، والنهارده هنتكلم على اول نوعين من الشركات وهم المنشاه الفرديه وشركه الشخص الواحد. وهنبدا بالمنشاه الفرديه، وهي شركه اشخاص وهي بتتكون من شخص واحد. وعلشان تاسس نوع الشركه دي لازم يكون سنك اكبر من 21 سنه. وميزه الشركه دي اللي هي بتطلب منك راس مال معين، بس لو انت راس مالك اكتر من 20,000 جنيه لازم تمسك دفاتر. اسم الشركه بيكون مستمد من اسم صاحب الشركه، وميزتها برضه ان انت ممكن في اي وقت ممكن توقف شغل الشركه او ممكن تغير النشاط بتاع الشركه. تحسب على نوع واحد بس من الضرايب، لكن عيبها بقى لو حصل لا قدر الله ديون على الشركه بيتم الاحتجاز مش بس على اموال الشركه، على اموال الشخصيه كمان. ومنها برضه نشاطها المحدود، وكمان فرصتها في التطوير في وسط الشركات الكبيره بيبقى قليل جدا. الشركه بنسبه كبيره جدا بتنتهي بموت صاحبها، دي بيبقى صعب جدا الورثه بيتفقوا على نفس نشاط الشركه. نيجي بقى على النوع التاني وهي شركه الشخص الواحد، وهي تعتبر من شركات الأموال. وعشان خاطر تأسسها لازم يكون راس المال بتاعك 50,000 جنيه مدفوعين. النوع ده صاحب الشركة بيخصص جزء من راس ماله عشان خاطر يستثمره في الشركة دي، وعشان كده لو حصل أي ديون على الشركة بيتم الاحتجاز على الشركة وعلى أموال الشركة بس، مش على أموال الشخصية. اسمها بيكون مستمد من نشاط الشركة. ينفع ان انت تزود راس مال الشركه سواء على دفعه واحده او على دفعتين، وممكن كمان تخفض راس المال بتاع الشركه، بس المهم ما يقلش عن 50,000 جنيه. عيوبها بقى اللي انت ما ينفعش تاسس نفس الشركه دي تاني. ما ينفعش برضه تعمل اكتتاب عام وقت التاسيس او وقت زياده راس المال، وما ينفعش برضه تقسم راس المال في شكل اسهم قابله للتداول. ما ينفعش برضه يكون نشاط الشركه له علاقه بالتامين او باعمال البنوك. وعشان تعرفوا بقيه انواع الشركات استنونا الحلقات الجايه.